يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. تبارك الله سبحانه وتعالى وتقدس يا جمال. سبحان الله، فكده معنى الصورة حلوة أوي. القرآن كله معانيه جميلة أوي يا جمال، بس إحنا نركز ونقرأ ونتعلم زي ما بنحفظ القرآن بالظبط. هي كل الناس لازم تعمل كده؟ أيوة طبعا يا جمال، إيه فايدة حاجة نحفظها ومش هنعمل بيها؟ وبعدين يا حبيبي، ما القرآن موجود في كل بيت، ممكن تفتح المصحف وتقرأ أي حاجة أنت عايزها، لكن الأهم إنك مع الحفظ تفهم وتتعلم وتعرف المعنى عشان تعمل بيه، وتبقى عارف معنى الحاجات اللي أنت بتحفظها، مش حافظ وخلاص. لا لا، أنا جاي أتعلم معنى كل حاجة وهبقى أشطر منك يا لولي. والله يا جمال، دي الحاجة الوحيدة اللي أتمنى وأفرح إنك فعلا تبقى أشطر مني فيها.